مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار ليبيا الرياضية لهذا اليوم. جرت اليوم مباراتان مؤجلتان من الدوري الليبي لكرة السلة، فبمجمع سليمان الدرات ببني غازي التقى المروج وضيفه فريق الاتحاد، والذي فرض فريق الاتحاد سيطرته على المباراة منذ بدايتها، وتقدم بنتيجة الربعين الأول والثاني وبنتيجة 36 نقطة مقابل 16، وواصل تقدمه في الربع الثالث وبفارق كبير ب 66 نقطة مقابل 26. ووسع الاتحاد الفارق في الربع الرابع لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 88 نقطة مقابل 46، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط من 3 مباريات. ووصل المروج إلى النقطة الرابعة. وبقاعة مانديلا بزوارة التقى الجزيرة وضيفه الأهلي ببني غازي. سيطر الأهلي ببني غازي على مجريات اللقاء في الربع الأول وتمكن من تسجيل 26 نقطة، في حين اكتفى الجزيرة بتسجيل 8 نقاط فقط. وواصل الأهلي ببني غازي تقدمه في الربع الثاني الذي انتهى بتفوقه ب 43 نقطة مقابل 30، والربع الثالث اكتمل لمصلحة الأهلي ببني غازي ب 51 نقطة مقابل 49. أما الربع الرابع كانت الأفضلية فيه لفريق الجزيرة الذي سجل 21 نقطة، فيما سجل الأهلي ببني غازي 16 نقطة، لتكتمل المباراة بفوز الأهلي ببني غازي وبنتيجة 77 نقطة مقابل 70. برز من الأهلي ببني غازي اللاعب فتحي المهدوي الذي سجل بمفرده 17 نقطة، وبرز من الجزيرة لاعبه السنغالي مامادو الذي تمكن من تسجيل 16 نقطة. يسجل بسرعة، ولكن التمريرات ما زالت تفتقد تنظم الأربعاء مدرسة الفروسية